هي فوائد شرب المية بعد عملية التكميم. اول حاجة بتعملها قلة شرب المية ان المعدة بتكون صغيرة، فكمية السوائل اللي بتخش جسمنا بتكون قليلة جدا، فبالتالي ده بيعمل لنا جفاف شديد، والجفاف الشديد ده من اعراضه جفاف الجلد، جفاف الفم، وكمان بيعمل دوخة وصداع شديد جدا. بنشرب سوائل كتير جدا ومية كتير جدا بعد التكميم عشان ده كمان بيدعم صحة الشعر والبشرة. شرب المية بيساعد البشرة ان هي تحافظ على رطوبتها، لان نقص الفيتامينات وكمان قلة المية هيدونا بشرة باهتة وجافة. ده غير ان شرب المية كمان بيحسن الدورة الدموية في الجسم. كمان شرب المية بيحسن عملية الهضم وبيمنع كمان الامساك او بيقلله. كل ما هنشرب مية اكتر كل ما حركة الامعاء بتاعتنا هتكون احسن. كمان احنا كل ما هنشرب مية كل ما هنحس بالشبع اكتر، واحساس الجوع مش هيبقى عندنا طول الوقت. كمان شرب المية بيساعدنا ان احنا نتخلص من الجوع العاطفي، يعني كده هننزل في الوزن وكمان بشكل صحي. في اخر الفيديو عايزه اديكي كام نصيحه كده مهمه، ان احنا لازم علشان نشرب ميه نشرب بق بق، ما ينفعش نشرب ميه بكميه كبيره على مره واحده. وخلي بالك من ان انت تجمعي بين الاكل والشرب، لازم على الاقل تستني بعد الاكل بنص ساعه وتبتدي تشربي شويه ميه. خلي معاكي دايما ازازه علشان تقدري تفتكري ان انت تشربي ميه طول الوقت، ولو ده مش متاح معاكي اعملي تذكير على الموبايل عشان كل شويه يفكرك ان انت تشربي ميه. الناس اللي الميه صعبه بالنسبه لهم ممكن نسقعها نخليها ساقعه قوي ونشربها، او ممكن نضيف لها شرايح ليمون او نعناع، بتغير الطعم شويه وبتحسن الميه في البلع. قولولي في الفيديو الجاي حابين نتكلم عن ايه.